السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم وعلينا يا رب رمضان بالخير. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو كده يعني بسيط وخفيف علينا وعليكم. يعني بطياية كده قلنا نجربها معاكم، بط العبد. فاحنا عارفين كلنا اليومين دول اسعار البط والفراخ والحاجات يعني الاسعار الخرافية اللي احنا بقينا بنسمعها. فالنهاردة ان شاء الله احنا معانا بط العبد، هنجربه مع بعض ونشوف هل هو فعلا يستحق التجربة ولا لأ، او كويس ولا لأ. هنعمله بطريقة ظريفة كده ولطيفة وبإذن الله تعجبكم. ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه طبعا بصوا، البط بيجي متغلف كده زي ما انتم شايفين، بصراحه بيبقى نظيف. يا دوبك كده بيبقى فيه رتوش بسيطه. والكبده والقناصه والزور والحاجات دي كلها بتيجي متغلفه برضو، بتبقى محطوطه في قلب البطه. يعني البطه بتيجي بكامل حاجتها. فاول حاجه كده هنمسكها كده ان احنا هنغسلها كويس جدا من جوه. ونخلي بالنا لان هم يعني الفشه بتفضل في البطه، فاحنا هنشيلها احنا يعني. هي بتيجي بيها. فاحنا لازم هنشيلها، هنشيل كل الاجزاء الزياده اللي هي يعني بتأدي لزفاره، يعني بتخلي فيه زفاره في البط وكده وفي الشوربه. اللي هي الجزء الزياده في الجناح ده. ده اولا، ده اول حاجه احنا هنشيلها. انا طلعتها من بدري جدا وسبتها فكت خالص علشان خاطر انا الحاجات يعني الفراخ والبط والحاجات اللي بتبقى عندي في الفريزر. ما بحبش ان انا افكها في ميه. افضل حاجه ان انت تطلعيها من بدري او من بالليل لو انت هتعمليها الصبح. او من بدري لو انت مثلا هتتبليها على بيات. فنطلعها من بدري بحيث تاخد وقتها ان هي تفك براحتها. ما تستاهلش ان احنا نفكها في الميه. انا بقى يا دوبك كده بنضفها وبشيل الجزء ده علشان ده طبعا جزء يعني اللي لازم يتشال. فبنضفها كده وبغسلها وبشطفها من كل الجوانب لو فيها اي حاجات زيادة. برضو او اي ريش زيادة او الكلام ده كله انا بغسلها كويس. هنا بقى الجزء اللي فيه الكبدة والقناصة والزور والرقبة يعني وكده. فالقلب بفتحه، لا، الحاجات دي كانت نظيفة بصراحة. القناصة بس هي اللي بيبقى فيها الجزء الأصفر ده، هنشوفه دلوقتي. بنشيلها بكل سهولة وما بيبقاش فيها أي حاجة. دي بقى اللي هو الجزء اللي أنا بقولكوا عليه. هنشيله كده بالسكينة يعني بتمسكيه كده بالسكينة وبتقشريه، بيتقشر معاكي بكل سهولة. وما فيهاش أي حاجة خالص. أهم حاجة إن احنا نغسلها كويس جدا. هتقولوا لي بقى البط والفراخ والكلام ده كله ما بيتغسلش تحت الحنفية؟ انا ما يعني لا، انا لازم ان انا احس كده ان انا دخلت المية في كل جزء فيها. عندي هنا بقى ليمونه كده حلوه بدعكها او ليمونتين، انا مستعمله ليمونتين. بدعكها كده في البطه كلها من جوه ومن بره، وبعصرها برضو من جوه ومن بره كده زي ما انتم شايفين. تمام كده. الجزء الاحمر ده تقريبا من التفريز او كده، يعني مش حاجه مش مؤذيه يعني. هرش عليها ملح بقى برضو زياده. ان يعني دي من الحاجات اللي انا بحطها، يعني دي من الحاجات اللي انا بنقع فيها البط الفراخ. ده اساسي عندنا الملح، عشان الملح بيطلع اي زوايد من الدم اللي مركون بين العظم والجلد واللحم والكلام ده كله. هو بيطلع لي الملح بيطلع الدم ده كله. عندي هنا برضو معلقتين كبار كده من الدقيق او شوية دقيق كده محترمين. ولو في ديودورة كمان يفضل، بيمنع اي زفارة للفراخ والبط والطيور. بصراحة دي الدورة جميل جدا لو متوفر، تمام. مش متوفر انا بستعمل الدقيق العادي جدا وبنقعه فيه، بتكون برضو النتيجة حلوة جدا. هغلف البطة بتاعتي كلها بقى كده بدي زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا ازود عليها ميه بحيث تتنقع في المحلول اللي انا عاملاه ده. اللي هو ملح وليمون ودقيق. ما تحطوش خل، الخل بيهري الطيور يا جماعة. وكمان لو فيها نسبة زفارة هو بيزود الزفارة. ده انا يعني انا بشوف كده ان الخل بيعمل كده بصراحة يعني. ما شفتوش بيدي نتيجة حلوة. وفي نفس الوقت لو احنا هنستعمل الطيور في نفس اليوم، عادي ننقعها في خل عشان احنا مستعجلين عليها. انما لو احنا هنخزنها ما ننقعهاش في خل خالص، لان الخل بيهري اللحم بتاع الفراخ. يفضل ان احنا ننقعها في ليمون دقيق وملح. اي اضافات دي بقى بتبقى من عندك. طبعا بعد ما عملنا اللي احنا عملناه ده لازم نغسل الحوض كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. ونغسل السكاكين وايدينا. ونلم الدنيا كده زي ما انتم شايفين علشان نضمن بس ان الدنيا بقت نظيفة. هنا بقى هنعمل التتبيله الجميله اللي احنا هنتبل بيها البطه. البطه هتتسلق عادي جدا وهناخد شوربتها نعمل عليها محشي. طبعا اساسي يعني. بط يعني محشي. فهنا عندي بصلتين كده حلوين.
وفصين 3 من الثوم، وعندي هنا ليمونة برضو معصورة كده، نشيل بس البذر عشان ما يعملش اي مرارة. كل ده في الكبة. لو ما فيش كبة عندك، مش متوفر عندك كبة يعني، هنبشر البصل وندق الثوم، والدنيا سهلة خالص، ومفيش اي حاجة ولا اي صعوبة خالص. احط شوية ملح علشان البصل ما يعملش ريحة معايا، وهحط معلقة فلفل اسود كده محترمة، ونص معلقة كمون. عايزة اقول لكم التتبيلة دي بتودي الفراخ واللحمة في حتة تانية، بجد فظيعة. خلاص التتبيله معايا، وانا شطفت بقى البط تاني وصفيتها كويس جدا جدا. اهم حاجه نتاكد ان قلبها نضيف، ما فيهوش اي دم ولا اي حاجه. وبعد كده هبتدي ان انا اغلفها بخلطه البصل والثوم والليمون والملح والفلفل والكمون بتاعتي دي. هغلفها كلها من بره ومن جوه والكبد والقوانص والرقبه. الرقبه يا جماعه مش الزور، انا اسف لو انا قلت عليها الزور. هغلفها كلها بيها. الكلام ده يفضل ان احنا نعملها يعني من قبلها بليلة. انا مثلا هعملها النهاردة، يبقى انا بطلعها من بالليل، بتبلها الفجرية كده وبحطها في التلاجة، او ببيتها في التلاجة من بالليل عادي. او لو الوقت مش مساعد، ساعتين 2 الدنيا تبقى زي الفل. بس كل ما الوقت يبقى اكتر، كل ما النتيجة بتبقى احسن. عندي هنا بقى بصل وفلفل، مع ان هي فيها بصل بس انا بحب كده احط بصلايه. بصل وفلفل وطماطم، حبهان، كباب صيني، بس الكباب الصيني انا بدقها علشان تديني نتيجة افضل. عندي ورق لورا، وكمان قرفة عدان، بكسرها كده برضو علشان تدي برضو نتيجة حلوة. البهارات الصحيحة لما نيجي نستخدمها في الشوربة ونكسرها، عايزة اقول لكم بتدي نتيجة احسن كتير ما نحطها زي ما هي. هنعمل خلطة كده حلوة جدا نحطها على البطة قبل ما ندخلها الفرن. عندي معلقتين من الصلصة المفرزة، او الصلصة العادية اللي في علب، او كاتشب، وعليهم شوية لبن. عايزة اقول لكم اللبن بيفرق جدا. نص معلقة سكر كبيرة، نص معلقة ملح صغيرة، بصل بودر وتوم بودر، ومعايا بابريكا، معايا برضو قرفة وبهارات، ومعايا هنا دبس رمان. الحاجات دبس رمان والصويا صوص دول لو مش موجودين مفيش أزمة خالص، ممكن نستغنى عنهم. وهنعصر كده ليمونة، نص ليمونة. وده يعني من الدهون اللي طالعة من الشوربة، بدل ما احط سمنة تاني او كده، انا اخدت من الشوربة بتبقى طبعا البطة شوربتها كانت سمينة ما شاء الله، فانا اخدت من الدهن بتاعها وزودتها. وهبتدي كده ان انا اغلف بقى البطة بتاعتي كلها، وبعد ما ادخلها الفرن وتاخد وش من الناحية دي، هقلبها الناحية التانية وتاخد وش من الناحية التانية برضو. بصوا انا ما بمشيش قوي بالفرشة علشان ما تسيبش علامات على البطة. انا بنزل كده بالخلطة اللي انا عاملاها، ويا دوبك بخلي كده ايه، بوزع كده بالراحة. يعني انا مش بعمل خطوط علشان يعني ما يبقاش في خطوط كده رايحة وجاية. هو يا دوبك كده ايه، انا بوزع بيها بطريقة بسيطة كده. هدخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم تحت الشواية، وهقلبها الناحية التانية، وكده البط بتاعنا هيكون خلص. عايزه اقول لكم ان هي كانت طعمها حلو جدا، والتتبيله فرقت في اللحم بتاع البطه كويس جدا. طبعا بط يعني محشي، فاحنا عملنا على شوربه البط شويه محشي كده زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، شويه شوربه بقى وشويه محشي كرنب وكوسه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير، مع السلامه.